السلام عليكم اخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في القناه. اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد الحليوه مذاق البهله، كتجي هشيشه ولذيذه. نتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. غادي نبداو في المقادير دابا. عندي هنا كيلو ديال دقيق الفرن، عندي كاس ونص ديال الزبده مذوبه غير ديال العلبه، عندي هنايا كاس كبير ديال الزيت، ولكن غنشوفوا واش غادي نحتاج كتر من الكاس، لان كيف كتعرفوا هاد الحلوه هادي كتجمع بالزيت. عندي قبصه ديال الملح، عندي هنايا كاوكاو محمر ومطحون، و اللوز مفسخ ومقلي ومطحون، وعندي زنجلان حتى هو محمر ومطحون كاس، وعندي هنايا خماره ونصف كيماويه، عندي ساشي ديال الفاني. انا هنا نسيت ما ذكرت لكم السكر، ولكن من بعد راه كندير كاس ونص ديال السكر، وللامانه انا راه جاتني شويه ناقصه في السكر. اللي بغى يزيد يدير 2 كيسان ديال السكر، اللي بغى الحلاوه يدير 2 كيسان ديال السكر كلاصي. ان شاء الله غتشوفوا معايا المراحل. صافي كندير هاد المقادير كلهم وكنزيد الزبده، كنخلي الخماره حتى الاخر، نزيد الفاني صافي، وكنبسبس هاد الخليط هذا مزيان. دابا غادي نزيد السكر اللي قلت لكم نسيت، ما تدوش عليا على الصيام. صافي درت قلت لكم كاس ونص، ولكن جاتني شويه ناقصه في الحلاوه، انا هكا بغيتها. اللي كيبغي الحلاوه يدير 2 كيسان ديال السكر كلاصي، 2 كيسان ديال السكر كلاصي. صافي كنخدمها هكا بيديا مزيان حتى كتدخل فيها ديك الزبده. عاد من بعد نبدا نجمع هكا بالزيت، ولكن ما نجمعهاش، ما تكونش جاريه، تكون مرمله، يكون العجين مرمل بحال العجين ديال البهله. صافي هنايا انا عندي العجانه ولكن ما استعملتهاش، بغيت نبسط معكم الامور. هنايا غادي نزيد خماره ونصف اللي قلت لكم. صافي وكنكمل في التخلط هكا. كيف قلت لكم ما تجريوهاش، تكون هكا بين وبين. صافي كنستمر بحال هكا حتى كندلكها مزيان. هنا هذا هو القوام اللي بغيت. صافي بارك عليه من الزيت. صافي وكنعطيها دابا الكف مزيان، كندلكها مزيان باش ما تعذبناش هكا في الطرق، لانني بغيت نورقها ماشي بغيت نكورها. نديرها على شكل هلالات. صافي بعد ما جمعتها، نتوما كيف كتشوفوها باقي هكا مرمله ماشي مجموعه. صافي كنديرها في بلاستيك وكنبدا نخدم بها بهذه الطريقه هذه. كندير كويره، كندير هكا بلاستيكه، كنديرها بين البلاستيكات بجوج. صافي وكنبدا ندلكها هكا بالدلاك. انا هنا رققتها شويه، ولكن من الاحسن ما ترققوهاش باش تجيكم هكا طالعه. صافي وكنقطع بهذا الكاس. انا ديجا بديت. صافي كيف قلت لكم تكون شويه غلظ من هكا، انا جاتني شويه رقيقه. نتوما خليو السمك ديالها شويه يكون زايد. صدقوني هاد الحلوه الناس اللي عزيزه عليهم الحلوه ديال الدقيق هذه راه كتجي روعه
والمذاق ما نعاودش لكم كي كيجي غزال وبنينه. نتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. صافي غنعاود معكم وحده اخرى. كيف قلت لكم ما ترققوهاش، انا راه رققتها هنايا، وفي المنظر هكا ما كتجيش. الا رققتيها من الاحسن تخليها شويه هكا السمك ديالها شويه داير شويه غليظه. صافي كنستمر بحال هكا حتى كنكملهم كاملين، ونخليكم مع الفيديو حتى نكملهم. صافي هذه هي الحلوه ديالي من بعد ما كملتها في التشكال ديالها. هذه ساهله دغيا كتوجد، ما كتعذبك ما والو، دغيا كتوجد. وصافي كنشعل الفران قبل واحد 15 دقيقه، وكنديرها هي ماشي بحال طياب البهله، كنديرها الفوق عادي بحال الطياب ديال الحلوه عادي حتى كتحمر من التحت. عاد كنعاود ننزلها باش تذهب واحد شويه. صافي هذه هي الحلوه ديالي من بعد ما وجدات. كتجي على هذا الشكل هذا، راه كتجي هشيشه وبنينه كيف كتعرفوا فيها اللوز وكاوكاو وجنجلان. هادو راه بنان، عرفتي كي تيجيو راه كتجي واعره صراحه الله، كتجي روعه روعه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هانتوما كيف كتشوفوه هشيشه وكتجي مع اتاي شهوه منها. نتمنى تجربوها وتعجبكم. صافي هذه هي الحلوه ديالي. الى عجبتكم ما تنسونيش من اللايك ديالكم ومن التعاليق ديالكم الجميله، وشكرا لكم على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.